بص زي ما انت شايف اهو، بايد واحده. طبعا هو مسنود على العجله الثانيه اللي هناك دلوقتي، واقدر ان انا اهزه بايدي كمان اهو. خليني بقى اسنده بخشبه ولا حاجه، هو اخره خشبه مش هنجيب له كوريكي يعني. خلينا بقى اكمل لكم تصوير. زي ما انت شايف كده انا رافعه على خشبه. شايف حته خشبه قد ايه؟ خشبه رفيعه جدا يعني، فاضل شويه هتبقى زي الابلكاش من تحت. ما فيش، لانه طبعا هو وزنه خفيف جدا جدا، فطبعا الموضوع مش مستاهل اكتر من كده يعني. طيب ايه كمان اللي بيخليه غير متزن؟ فكره ان هو على 3 عجلات. طب ايه كمان؟ فكره ان دي آلة مفتكسه او آلة مخترعه او آلة معموله تحت السلم، مش معموله بقى بتخطيط هندسي للاتزان والملفات زي العربيات ما بتتعمل. لا 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 اطلاقا، دي معموله كده وخلاص، عباره عن موتوسيكل زي ما انت شايف كده، راكب له صندوق زي ما انت شايف الناحيه الثانيه. كمان لان وزنه خفيف بشكل عام ومركز ثقله مرتفع او جسمه مرتفع عن الارض، فده بيخليه سهل جدا انه يتقلب، بالذات مع اي سرعه عاليه. فلازم تكون عارف امكانياته، سواء كنت انت هتسوقه او هتتعلم عليه، او سواء انت كنت ماشي جنبه. من هنا انت بتحتاج ان انت تعرف عنه، فبالتالي تحذر منه. يعني حط في اعتبارك ان ممكن اللي انت مقابله ده كموتوسيكل يطلع تروسيكل. بص ده بقى عشان يلتف بالكامل ثانيه، خد ثانيه صح؟ رجعه تاني يلتف الناحيه الثانيه ثانيه. تدخل المفتاح كده خلاص، وتيجي طبعا ده بيطفي ويشغل الكهرباء، تخليه طبعا على الوضع دوت، وتيجي مدور. فرامل عامله ازاي؟ زي فرامل العجله البسكليته كده، مفيش فرامل اصلا. من الحاجات الكارثيه من وجهه نظري، زي ما انت شايف كده من قدام، هو موتوسيكل. موتوسيكل فعلا، موتوسيكل عادي خالص، وبالتالي الاناره كمان اناره موتوسيكل. فانت لما بتقابله بالليل مش هيفوه موتوسيكل خلاص. انا من وجهه نظري ان المفروض هم يركبوا اضاءات هنا بشكل اجباري، ما يسيبوهاش لاجتهاد الناس. ليه؟ لان انا لو في طريق ضيق ولا حاجه ببقى شايفه موتوسيكل، فبديله المساحه المناسبه للموتوسيكل، ما بحطش في بالي اكتر من كده. بتفاجئ بقى بالخازوق اللي هنا ده، وقصاده الناحيه الثانيه اللي هو الصندوق اللي انا مش شايفه. فانت بتبقى مقرب منه ومش مدي خوانه، تتفاجئ ان هو ليه ايه؟ ليه صندوق. وقف الموضوع عند كده؟ لا ما وقفش. ليه بقى؟ الصندوق ده عباره عن حديد محمل جدا جدا جدا. عاوز اقول لك ان ياما خبط عربيات وتسبب في كوارث، ولما بيخبط ناس ماشيه على الطريق بيموتهم حرفيا، ما بتفهمش، لان الحديد ده قوي جدا والزوايا بتاعته حاده للغايه. طبعا هو معده معموله للتحميل، فما فيش فيها هزار. حتى بص للسوست بتاعته، هتلاقي سوست عامله زي سوست العربيات النقل كده، طبعا مع الفرق ان هي عددها اقل. لكن بشكل عام هو آلة معموله ان هي ايه؟ انها تحمل وتشيل. وبناء عليه طبعا الحديد بتاعه زوايا حاده وقويه، حاجه صندوقيه كده، مش حاجه انسيابيه زي العربيه، وبالتالي خبطته بتجيب الارض. فاحذر دايما. دي عارف اقول لك ايه؟ اقول لك لما تقابل موتوسيكل حط في بالك انه ممكن قد يكون تروسيكل. يعني عاوز اقول لك احذر، بس مش عارف اقولها لك ازاي. لكن في النهايه يعني حط في اعتبارك ان ممكن اللي انت مقابله ده كموتوسيكل يطلع تروسيكل. من الحاجات برضو اللي كارثه في البتاع ده، قدرته الرهيبه على الالتفاف في لحظه. يعني ايه؟ هوريكم دلوقتي في العربيات، العربيه عشان تاخد دوره كامله او تلتف بالكامل بتحتاج وقت قد ايه. بص ده بقى عشان يلتف بالكامل ثانيه، خد ثانيه صح؟ رجعه تاني يلتف الناحيه الثانيه ثانيه. ثانيه كده التف بالكامل. ارجعه تاني لنقطه التعادل او في النص، انا كده ماشي في النص. عاوز التف دوره كامله او التف الاقصى التفاف. بص طيب، علشان تفهم المقارنه بين العربيه والتروسيكل، التروسيكل ببساطه عشان تلف لفه كامله بتعمل كده، كده هو التف بالكامل. خدت بالك ازاي؟ يعني العربيه هنا اهوت في النص كده، التروسيكل التف 100%. طب العربيه بقى عشان تلتف 100% زيه، بص كده، تاخد اول حاجه دوره كامله، ادي كده اول دوره، تاني واحده اهي، خدت بالك؟ خدت دوره ونص. طبعا دي بتختلف شويه من العربيه لعربيه، لكن في النهايه بص احتاج قد ايه؟ ادي نص الدوره، وادي الدوره الثانيه رجعت كده، العجل في النص. التروسيكل تعمل كده بقى العجل 100%، حاود لاقصى درجه، تعمل كده رجع 100% الوضع الطبيعي. فالعربيه بشكل عام بتحتاج وقت اطول منه بكتير علشان تقدر تلتف بنسبه 100%، لكن هو في ثانيه. طيب ده في ثانيه عمل كده، طيب عمل كده فقطع عليك الطريق في لحظه. فطبعا ده بيؤدي لمزيد من الحوادث، ودايما البتاع ده بيسبب حوادث بسبب قدرته العاليه على الالتفاف. تلاقي الناس عندها قدره رهيبه على المناوره، طبعا هي مناوره خاطئه، مناوره غير مدروسه. طيب كمان بما انه التف في لحظه، فالكلام ده حصل بسرعه مع جسم عالي عن الارض، مع عجل رفيع، مع وزن خفيف، بيؤدي لايه؟ ها بيؤدي لايه؟ بيؤدي انه بيتقلب. هو فعلا بيحصل كده منه كتير، بيتقلب وحوادثه كبيره جدا، مع عدم وجود فرامل كمان. فكل الخلطه بنت اللذينه دي بتؤدي لكارثه حقيقيه. طبعا الزاويه اللي هو بيحود بيها اقل نسبيا من العربيه. يعني ايه؟ يعني العربيه بتاخد وقت طويل وزاويتها برضو كبيره شويه مقارنه بيه. هو مشكلته رغم ان الزاويه اللي بيحود بيها مش كبيره قوي زي العربيه، لكن في لحظه، في ثانيه الا ثانيه بيكون حاود بالكامل. فهي دي المشكله الحقيقيه اللي هو بيسببها. من الحاجات كمان اللي بتدعم جدا في موضوع عدم الثبات دوت العجله. بص العجله يعني العرض بتاعها قد ايه؟
الممشى بتاعها مفيش خالص، رفيعه جدا جدا. بص موتوسيكل يا جدعان والله، يعني بس شكل عجله عربيه نقل، لكن هي رفيعه جدا. فطبعا ده ما بيساهمش اطلاقا في ان هي التروسيكل ده يكون متزن. بص الحديد عامل ازاي، حديد حديد يعني. طيب ايه كمان؟ الفرامل ضعيفه. يعني بص العجله يعني احتكاكها بالارض ضعيف، وكمان الفرامل ضعيفه، فرامل بدائيه للغايه. بص الفرامل عامله ازاي، زي فرامل العجله البسكليته كده، مفيش فرامل اصلا. فطبعا دي مشكله كبيره. طبعا في بعض الاجيال منه طالعه بفرامل زيت، فرامل بقى على مكبس هيدروليكي زي فرامل العربيه كده. بس مش دي المشكله برضو. ليه؟ لما الاله بتكون ماشيه لقدام، هنقول العربيه مثلا، وانت ماشي على سرعه قدام، فبتدوس فرامل، الاربع عجلات بيمسكوا، الاثنين اللي قدام والاثنين اللي ورا. طبعا هنفترض ان دي عربيه يعني. مين اللي ليه دور اساسي في الفرمله؟ عاوز اقول لك الفرامل اللي قدام. دور الفرامل الخلفيه بتكون اقل ما يكون، الفرامل الاماميه هي المهمه جدا جدا في حاله الحركه لقدام. عشان كده دايما بتلاقي الفرامل الاماميه على ديسكات، خدت بالك، وتلاقي الفرامل الخلفيه درامز، ده في العربيات. طيب بالنسبه للتروسيكل بقى، حتى لو انت عامل الفرامل الخلفيه على زيت، مفيش تزامن بين الامامي والخلفي. بمعنى، خلينا افهمك بتفصيل اكتر يعني. الفرامل الاماميه بجدون كده زي دي كده، ده الدبرياج طبعا، بس يعني الناحيه الثانيه فيها الفرامل بتمسك كده زي العجله كده، خدت بالك، تيجي مفرمل الفرامل الايه الاماميه، وتدوس برجليك فتفرمل الفرامل الخلفيه. مفيش التزامن بتاع العربيه بقى، اللي هو انت تيجي دايس فرامل فتفرمل الامامي والخلفي مع بعض، فده بيدي قوه كبيره جدا للفرمله. وبما ان انت بتجري لقدام، فدور الفرامل الاماميه مهم. اغلب الناس لما بتدوس فرامل بتفرمل الخلفي فقط، ما بتفرملش الامامي. فالموضوع من كتر تفاصيله يصعب شرحه. يعني انت عندك عجله رفيعه، فرامل بدائيه، ولو افترضنا ان الفرامل دي مش بدائيه، فرامل باكن في الاجيال الحديثه منه، فالفرامل دي مش متزامنه مع الفرامل الاماميه، فبيؤدي لضعف رهيب في الفرمله. فحاجه بنت لذينه، يعني حاجه بنت لذينه. وصف الفرامل بتاعت الزفت ده لا توصف باي حال من الاحوال. وبناء عليه لو انت ماشي على طريق، سيب مسافه بينك وبينه. شفته في المرايه الخلفيه ان صاحبنا ده ماشي وراك، سيب مسافه كبيره بينك وبينه، لان فرامله ضعيفه. طب يقف الموضوع عند كده؟ لا ما يوقفش. ليه؟ لان ده محمل، زي ما انت شايف الصندوق بتاعه كبير. عاوز اقول لك ان في ناس بتشيل فيه بال 500 كيلو والاكتر، فبيبقى عامل زي القنبله المنطلقه وراك، بلوه ماشيه وراك. حتى لو داس فرامل مش هيقف. ليه؟ لانه محمل، فوزنه تقيل، مع فرامل زي الزفت، مع كاوتش رفيع، فهيلبس فيك من ورا. طب لبسته زي لبسه العربيه؟ لا، اسوأ وضل. والله السوق ملوش نهايه، الموضوع مكمل في السوق، مش عارف ليه كده. لانه لما بيخبطك بالعجله الجميله بتاعته دي، فبيجيب دواخل في العربيه فورا. ده ما بيهزرش، ده انت هتبص تلاقي الشنطه بقت في على الكنبه اللي ورا، خدت بالك، هيجيب لك دواخل في العربيه فورا بسبب العجله بتاعته الرفيعه، اللي بيكون تاثيرها زي البنتريشن كده، او الاختراق، بتعمل اختراق للعربيه، لان طبعا العجله رفيعه، وزي ما قلت لك حديد محمل. فربنا يعافينا يا رب في حاله الصدمات او الحوادث، تاثيره مرعب بكل ما تحمل كلمه بمعنى، وربنا يعافينا جميعا. بيتساق ازاي بقى؟ بيتساق زي اي موتوسيكل صيني عادي خالص، مفيش اي فرق. طبعا الموضوع انه يتساق ازاي ده ملوش علاقه بموضوع الفيديو، بس حاجه فور فن يعني، حاجه كده عشان نتبسط. هتدخل المفتاح كده خلاص، وتيجي طبعا ده بيطفي ويشغل الكهرباء، تخليه طبعا على الوضع دوت، وتيجي مدور. بص زي الموتوسيكل عادي خالص، بكره سرعه زي الموتوسيكل. بطل خلاص. ودي طبعا دول عدادين، ده عداد الار بي ام، تخيل ان ده في عداد ار بي ام، في بعض العربيات بتنزل من غيره، وده عداد سرعه خلاص. طيب هنا بقى الدبرياج تيجي عامله للاخر، وبرجليك تيجي دايس هنا ايه، تيجي دايس كده، خد كده الغير الاول. طبعا المفروض يكتب هنا واحد، بس يبدو انها بايظه يعني. وتبتدي تشيل رجلك سنه سنه من رجلك ايه، ايدك، اسف انا متعود على العربيه، رجلك ايدك سنه سنه، يبتدي ايه، بص هيبتدي يتحرك معاك اهو. طبعا انا برضه عشان مش عارف، كنت هقول ادوس بنزين، مش عارف استخدم البنزين، فطبعا بطل مني. ففي طريقه ان احنا نعلي البنزين بتاعه من هنا شويه. خلاص نمور تاني وندور. نديله غيار، سيب سنه سنه زي العربيه بالظبط اهو. بص كأن انت بتدوس دبرياج بتاع العربيه بالظبط، مفيش اي فرق. يعني هو يعتبر هو نفس الفكره، مفيش اختلاف اصلا، مانيوال اهو. في النهايه اتمنى من الله ان ربنا يكون قدرني ووصلت لكم يعني معلومات عن التروسيكلات بشكل عام. والهدف من الفيديو والله ان انت تحذر منهم، وان ما يحصلكش اي خطا يعني من التروسيكلات، لان هي فعلا من اخطر ما يكون. فدايما راعي مسافه كبيره بينك وبينهم. ملخص يعني الكلام، دايما ما تحاولش تحتك بيه، لان اي خبطه منه هتزعل العربيه بشكل فظيع. لو انت ماشي على رجليك برضو حاول ان انت تحتاط منه، لان خبطته برضو من اصعب ما يكون، وانا شفت له للاسف يعني مشاكل كتير.
في النهايه طبعا ما ننساش الدعاء لاخواتنا، وما ننساش ان احنا يعني نجتهد في ان احنا ما نشتريش الحاجات اللي احنا ينفع ما نشتريهاش. يعني اعمل اللي عليك، وزي ما قلت ودايما بقول عشان يكون عندك اجابه تقدر ترد بيها عن نفسك لما ربنا يعني يسالك.